السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال دايما بإذن الله. النهاردة ان شاء الله يا بنات عملت روتين كده في المطبخ خفيف ظريف كده يعجبكم بإذن الله. روتين في المطبخ كده يشجعكم وتقوموا كده تشوفوا ايه اللي وراكم. وانا اسفة جدا ان انا يعني ايه مقصرة جدا معاكم اليومين دول. عاوزة اقولكم بقى اسبوع المدارس وكده، فالواحد بقى يا جماعة بين المدرسة والدروس والمذاكرة والواجب والكلام ده والأطفال طبعا، فالواحد مقصر جدا في التصوير. فاعذروني كده، عاوزوكم كده تشجعوني كده باللايك والاشتراك علشان الواحد كده يشجع. عارفين لما بشوف كده مشتركين وتفاعل في القناة حرفيا بشجع وبقوم اصور وكده. عاوزة اقولكم التصوير متعب جدا والله يا بنات، الواحد عشان يظبط الكاميرا ويشوف الإضاءة وكده. والاطفال برضو ما بعرفش اصور وعيالي صاحيين، بحس بتوتر كده واظبط بقى الكاميرا وبعدين هما ايه، ممكن الكاميرا تكون مثلا قريبة منهم ففضلوا يحركوها، فالواحد بتنرفز بقى وعايز يصور ويخلص وكده. فعاوزة اقولكوا يعني طبيعة التصوير متعبة جدا والله. انا حابة ان انا اصور وكده، فعشان كده انتوا عارفين لو الموضوع مش في بالي انا كنت هزهق من الاول ومش كنت هكمل في القناة. فانا حابة ان انا اصور وكده وافيدكم معايا واشجعكم والروتينات اللي انا بعملها، فعشان كده انا مكملة. فعاوزاكم كده تشجعوني، ولو لسه ما اشتركتيش حبيبتي تشتركي في القناة. هتلاقي كده كلمة اشتراك تحت الفيديو، تضغطي عليها والسبسكرايب تضغطي عليها وماشي، وهيظهر لك 3 اختيارات هتظهري ايه، تضغطي يعني على كلمة الكل يوصل لك كل شهر فيديو بنزل. تنضمي كده لعيلتي الحلوة ونكون اخوات مع بعض كده. تمام في القناة. شرف ليا انت تعملي اشتراك حالا ولايك للقناة. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، قلت كده اقوم كده اصور كده معاكم. روتين كده ايه خفيف في المطبخ، عارفين طبعا المطبخ كده على طول مكركب على طول، فده طبيعي يعني عند اي بيت. بمواعين بقى غدا كده. وطبعا لا انا كنت لسه في الاول يعني فطار وكده. وطبعا اي مواعين مثلا عاوزه اقول لكم المواعين دي مش بتخلص والله من الحوض يا بنات. فقلت وانا بغسل مواعين كده كنت بفكر ان انا اعمل السيربس، كنت طلعته من الفريزر ان هو يفك. إيه، لما اكون مستعجله وكده وبروح حاطه ايه ميه سخنه، ميه سخنه يعني من الحنفيه عشان يفك على طول. فبنات رحت طبعا قلت ايه اقطعه واتبله بقى كده ايه عبات لما يتبل هكون ايه خلصت المواعين وروقت المطبخ وكده فهشتغل فيه. تمام. قلت اقطع معاكم كده وايه وسبته بقى، قلت اجهز التتبيله. عصرت عليه نص ليمونه كده قلت عبات لما اجهز التتبيله معاكم حبتين طماطم، قرنين من الفلفل، وبصلايه. علشان طبعا انت لو ستي بيت وكده من غير تصوير من غير اي حاجه، فانت بتقطعي الخضار وتحطيه في الكب على طول عشان التصوير. فالواحد اللي برضو لازم يظهر لكم الحاجه كده المكونات واضحه، فقلت اقطع الخضار كده واحطها في ايه في طبق. طبعا نفس النظام من الستريبس احطه برضو ايه في طبق كده. الستريبس ده ان هو يعني ايه بانيه بيكون متقطع شرايح كده فراخ يعني. وكان طبعا الاجنحه بتاعت الصدور معايا، فقلت ايه احمرها كده. تعالى بقى اقولكوا التوابل بتاعت الستريبس اللي هي توم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل اسمر وكمون وشويه من الكزبره. لو عندك بهارات او مرقه ماجي بتطعم برضو الاكله دي وتخليها زي بتاعت بره يعني وكده. مفيش والله يا بنات احسن من اكل البيت على قد ما تقدروا وما يعني ايه البيتزا والكريب والحاجات اللي انتوا بتشتروها من بره دي اعملوها في البيت، بتوفر معاكم جدا كمان في المصاريف وكمان في النظافة وكده. فانت بتعملي حاجة في البيت آه، بتكوني ضامنة النظافة وانت طبعا عاملاها بايدك. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا تبلتي بقى البانيه وقلت ايه اكمل كده المواعين بتاعت اللي انا قطعت عليها وكده بالكبة، فاغسلهم كده واشجعكم يلا لو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة حبيبة قلبي وكده وانضمي لعيلتي الحلوة. قلت كده اغسل الرخامة بالحيط كده وايه، والواحد كده ايه هو مش شجع كده يعني خلي الحوض ده فله فله كده.
يلا لو عاوزة اقول لكم اكتر حاجة في البيت بتكون مكركبة لو مش عملتها اول باول، هي حاجتين: المطبخ والغسيل. انتوا عارفين بقى المطبخ بقى فطار عشاء غدا على طول المواعين، فانتي لازم تغسلي اول باول عشان تحسي المطبخ نظيف، هتحسي ان الشقة كلها نظيفة بجد والله. الواحد لو ساب المواعين متكركبة وبعدين بتكون غصب عنه والله يا بنات، لو معكي اطفال كده زي عندي، معايا 3 اطفال بسم الله ما شاء الله يعني، فالواحد ساعات بيعمل الغدا وباجي اخر الليل بروح غسله المواعين، وساعات الواحد برضو ما بقدرش وكده من فرحة اليوم وكده، فبغسله متأخر، فدي طبيعي يعني عندي كل اي ناس. فالواحد كده قلت اشجعكم كده، لو في مواعين اي حاجة غسيل هدوم بالذات، عاوزة اقول لكم الواحد بيحط هدوم في الغسالة، يروح يلم الهدوم من الحبل ويحط هدوم غيرها، وكمان في تطبيق شفتوا. يعني ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، ويقويكوا كده وتقوموا تشجعوا وتشوفوا ايه اللي وراكوا. تمام كده يا حبايبي، فقلت اغسل الحوض كده، الواحد كده ايه المية بقى والرغاوي وكده فالواحد ايه الواحد بيحس براحة والله لما يعمل رغاوي كده وهو بيغسل كده. عاوزة اقول لكم بقى وانتوا بتشتغلوا حطوا راديو يا بنات في المطبخ، بسم الله ما شاء الله بقى، شوفوا بقى يعني راحة نفسية وحاجة كده ممتعة لما تلاقي الحوض بتاعك نظيف وفاضي. مش عاوزة اقول لكم لو انتوا شايفين. عاوزة اقول لكم بقى يا بنات، تحطوا راديو او مثلا تشغلوا الموبايل بتاعك على سورة البقرة، تمام. برضو القرآن بيعمل راحة نفسية كده، ويخلي الواحد بقى يشتغل بسرعة كده ويحب الحاجة اللي هو بيعملها حرفيا والله. يحطوا اي راديو كده صغير في المطبخ على طول، او الموبايل تشغلوه على القرآن، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفري كده واذكري الله وانت بتشتغلي، وباذن الله هتحبي الحاجه انت بتعمليها وهتخلصي، ومش هتقعدي يعني ايه اقل مجهود هتكوني مخلصه اللي وراك. قلتي كده البوتاجاز علشان ما تحسيش برضو ان هو عليه دهون كتير ولا كده، فانتي تغسليه اول باول كل يوم بعد الغدا، بتروحي السلكة والصابون كده وتفضلي تدعكي فيه لو في اي دهون ولا حاجة، وبإذن الله كل يوم ما تعمليه فمش هتحسي بقى ان في دهون والكلام ده. والناس اللي بتشتكي من الدهون وعاوزة اي حاجة تشيل الدهون، هتغسليه كل يوم ولا هتحسي بدهون ولا هتحسي بأي حاجة خالص، يا دوبك هتعملي كده بالاسفنجة والصابون وهيبقى تلاقيه بيلمع زي الفل. بس كل يوم يا بنات كل يوم هتعملي الموضوع ده، مش هتحسي بدهون ولا اي حاجة، تمام. عاوزة اقولك ان انا عاوزة اعمل تنظيف عميق للبوتاجاز والفرن، ما عملتوش من العيد بروح جايبة باور كده او اي حاجة للفرن بالذات وايه، وافضل ارش كده واسيبه ان شاء الله ربنا يجويني كده واشجع وايه واعمله معاكم، تمام. قلت بقى البانيه طبعا بعد ما خلصت البوتاجاز رحت عاملاه وحطاه ايه على النار، فقلت وانا بشتغل فيه كده الخلاط بتاعي كان بخور ميه في الشفشف، فطبعا الواحد علشان مضطره ان انا اعمل فيه كده عشان الاسبوع اللي هو يعني ايه كان بيعمل ميه وكده، ما كنتش بطلع بره وبعدين مش عارفه اوديه لمين يعني، فكنت مضطره ان انا افرم طماطم بقى عصير كده اي حاجه بنفرمها في الخلاط، فكان الميه بتنزل يا بنات كده على الخلاط من تحت زي ما انتوا شفتوا. فكان بيعمل طبعا ايه الطماطم وكده، بصور برضه تعملي طماطم عصير فبتصور الحاجة دي من عليه، فقلت كده امسحه والكبة نفس النظام. لو في حاجة شفت المكان اللي انا حاطة صابع عليه ده، دي بقى بتكون المكان ضيق ما بتعرفيش ان انت ايه تنضفيه كويس، فتجيبي الفرشة وتفضلي كده ايه تعمليه. فحبيت ان انا اوريكم ايه واشجعكم كده وتكونوا تشوفوا ايه بعد الفيديو ده، تشوفوا اللي وراكم، تمام. شجعوني كده باللايك والاشتراك وكومنتي كده برأيكم، هستنى رأيكم في الكومنتات، وكمان نشجعوا كده وشوفوا ايه اللي وراكم. يلا عاوزاكم كده زي ما اني بشجعكم انتوا تشجعوني كمان. حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو، يا رب يكون عجبكم. روتين كده خفيف في المطبخ، غسيل مواعين، ترويق في المطبخ، غدا، ودي كان غدانا النهارده. يا رب يكون عجبكم يا بنات، متنسوش المشاركة لاصحابكم، واشوفكم على خير، مع السلامة.